اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم بقى ايه؟ موهيتو روعة. الصيف دخل علينا خلاص والحر ايه، نشرب حاجة بقى تبرد علينا كده. شايفين شكله حلو ازاي؟ هنعمله بطريقة سهلة جدا. اول حاجة في الخلاط هنحط كوباية من النعناع الاخضر، طبعا انا مقطفاه كده وغسلاه. وهنحط كوبايتين من الليمون، استخدمت الليمون الاخضر، وكوباية من السكر. طبعا الليمون بتاعي من غير بذر، لو عندنا الليمون فيه بذر يبقى لازم نشيل البذر بتاعه عشان العصير بتاعنا ما يمررش. وهنحط ميه لحد الخلاط كله كده ما يتملى، ونبدأ نضرب كويس كويس لحد ما الخليط بتاعنا يبقى ناعم جدا. شايفين لونه حلو ازاي؟ نضربه كذا مرة كده لحد ما نتأكد اللي كله اختلط بقى ناعم جدا. دلوقتي بقى لازم نصفيه كويس. شايفين انا مش مستخدمة اي مواد حافظة ولا الوان صناعية ولا اي حاجة، هو لونه طبيعي 100%. هنصفيه كويس كده ونتأكد خلاص ان مفهوش اي شوائب. نستخدم المعلقة بالطريقة دي. طبعا ده بيتقدم في الكافيهات، بيبقى سعره غالي، وبيستخدموا طبعا اللون اللي هو الصناعي. لكن احنا هنعمله في البيت مواد طبيعية مفهوش اي حاجة، بس ليمون ونعناع وسكر وبس كده. طبعا نكون مجهزين تلج كده في الفريزر عشان الموهيتو ده مش بيتشرب من غير تلج. شايفين لونه حلو ازاي؟ ما شاء الله شكله تحفة. هنحطه بقى في شفشق عندنا كده، نبدأ ننزل واحدة واحدة كده. طبعا ده ممكن نشربه كده جنب اي اكلة سمك، بيبقى تحفة، او على السفرة كده جنب اي اكلة، والله بيطلع حلو قوي. او لوحده كده لو عاوزين نروق كده دماغنا ونشرب حاجة باردة كده ترطب علينا في الجو الحر ده. دلوقتي بقى هنجيب الكوباية بتاعتنا ونحط فيها التلج وشريحة ليمون كده ونعناع. ننزل بقى بالعصير بتاعنا، شايفين متصفي حلو ازاي ونقي 100%. شكله تحفة ما شاء الله. جربوه في البيت كده هيعجبكم قوي ان شاء الله. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لنا لايك وكومنت. وبالهنا والشفا، اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.